بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة متابعي قناة مول القدس على اليوتيوب، أهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما وعدناكم في المرة اللي فاتت أو في الحلقة اللي فاتت إن إحنا هنشرح لكم الطقم التاني من نوكلاين، لأن إحنا زي ما قلنا إن هو 3 موديلات. شرحنا المرة اللي فاتت المربع، والمرة دي إحنا بنشرح البطوط، وفاضل معانا التالت إن شاء الله بإذن الله اللي هو المدور. دلوقتي إحنا بنقول البطوط عبارة عن 9 قطع. هو 9 قطع بس انت حضرتك تقدري تستخدمي الغطا بتاعه كقطعه زياده معاكي، تشغلها صينيه، تشغلها جريل، تعملي فيها تخشي فيها حاجه صغيره كده، مفيش مشكله. ده الميزه في الطقم ده، انه يا جماعه الغطا بتاعه بيشتغل معاكي قطعه. طب ازاي؟ اقول لحضرتك زي كده. ده الغطا اهو، ده جريل متقسم. يعني ده بيشتغل ازاي؟ يعني بيشتغل غطا اهو تمام، وفي نفس الوقت بشغله جريل. تمام. النهارده زي ما قلنا لحضراتكم ان الطقم النوكلاين ده يا جماعه قلنا خامات ايطاليه، تمام، تكنولوجيا كوري. بنأكد برضه على المعلومات ديت عشان حضرتك تبقي عارفه استخدام الطقم بتاعك ازاي، او حضرتك المميزات بتاع الطقم اللي معاكي ايه. الطقم ده اي حد بيحب يطمن على الطقم او المنتج اللي هو شاريه لازم يدور على الضمان بتاعه، ثم خدمه ما بعد البيع. خدمه ما بعد البيع بتاعته يا جماعه ممتازه جدا. دي الحاجه الثانيه، الضمان بتاعه 3 سنوات، واخد طبقه تيتانيوم ضد الصدى والخربشه. دي بتحافظ عليه الى حد ما. يعني لو العمر الافتراضي هنضرب مثلا ونقول سنه مثلا، لا بيبقى الضعف. دي ميزه طبقه التيتانيوم. الطقم ده بنقول ان القطع بتاعته بتشتغل معاكي 2 في 1. يعني ايه 2 في 1؟ يعني الغطا ده انا اقدر اشغله جريل زي ما حضرتك شايف، او زي ما حضرتك شايفه ان الغطا ده بيشتغل معايا غطا وفي نفس الوقت بيشتغل معايا جريل. غير ان المساحه بتاع الحله بتاعته حاجه محترمه جدا يا جماعه. انا عندي جريل اهو زي ما حضراتكم شايفين، ده الجريل بتاعه، حاجه محترمه كده وحاجه جميله. الجريل بتاع نوكلاين اهو. وزي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت لازم نتاكد يا جماعه ان ده مش نايس كوك، ان ده نوكلاين شركه اكسبورت. زي ما قلنا ان ده حاجه محترمه جدا. في بعض الشركات بتنزل وتبيع النايس كوك على انه نوكلاين، لا احنا بنأكد عليكم ان ده حاجه وده حاجه تانية خالص، تمام. ولكن هو نفس الشكل بتاع الطقم. دي الحله الكبيره بتاعه الطقم، حاجه بسم الله ما شاء الله. انا عايز حضرتك تاخدي بالك من السمك بتاع الحله، من سمك الجرانيت الحله عامل ازاي. في ميزه برضه يا جماعه في اللطقم ديت، الطقم ده قلاب. يعني ايه قلاب؟ يعني ما تقدرش تحدد له لون. زي ما حضرتك شايف كده، كل حركه في الاضاءه بتديك لون مختلف. ودي حاجه جميله في المنتج بتاعك، ان المنتج دايما حضرتك بتبقي شايفاه جديد، مش اللي هو لونه واحد وانت اتعودت عليه فبالتالي اللون عينك بتاخد عليه. لا، ده حاجه جديده، ده منتج جديد. وزي ما قلنا الالوان بتاعته الوان قلابه، يعني كل ما تيجي عليه اضاءه من زاويه بيديكي لون تاني. دي الحله الكبيره. ودي الحله اللي بعدها يا جماعه، ونفس القصه برده مع المسكات بتاعته. ده طقم اسمه طقم نوكلاين البطوط يا جماعه. الغطا بيشتغل معاكي والحله نفس النظام بتشتغل معاكي. وفي بعض الناس في بعض الاحيان بتشغله كده، لو عايز مثلا يسوي حاجه على بخار هادي بالطريقه دي اهو. انا كده غطا، وفي نفس الوقت اثناء عمليه التسويه اللي بتتم جوه الحله البخار بيطلع في الغطا. ما تخافيش عليه، اصل هو مش غطا ستانلس ولا غطا فيه مقبض عشان تقلقي منه، لا ده هو غطا خامته من خامه الحله ومعمول له اعاده توزيع حراري زيه زي الحله بالظبط. بتقدري تسوي الحاجه بتاعتك لو انت عايزه تديها شكل حلو بقى بتسويه بخار بحاجه جميله كده، تعمليه بالشكل ده على البوتاجاز. هتبص تلاقي القطعه بتاعتك شغاله معاكي قطعتين. طيب دي الحله الثالثه، تقدري تعملي فيها لسان عصفور، تعملي فيها ملوخيه زي ما انت عايزه. برده نفس الكلام، استخدامين اهو. الغطا بيستخدم معاكي القطعه وليه قاعده توزيع حراري لوحده، ونفس القصه في الحله بتاعتك اهو. تمام. في حله اصغر من كده بقى، ودي يعتبر اصغر مقاس في الطقم اهو. دي اصغر حله بنفس التكوين ونفس القطع بتاعته. ليه مسكات يا جماعه، 2 مسكات لكل يد. المسكات بالمناسبه المسكات مش محسوبه عدد في الطقم. يعني في بعض الشركات بتحسب المسكات عدد، لا شركه نوكلاين بفضل الله مش حاسبه المسكات خالص، ومدياكي كل قطعه ليها مسكتين عشان تقدري تتعاملي بيها. لو حابه تحطيها في البوتاجاز، تدخليها تحطيها على الفرن، ايا كان يبقى انت في امان. تمام. ده بالنسبه لطقم النوكلاين البطوط. وكده ان شاء الله باذن الله يبقى فاضل لنا كمان طقم اللي هو المدور بقى، وده حاجه محترمه جدا. وزي ما قلنا ده منه ال 13، حاجه محترمه جدا، حاجه وفيره كده في المطبخ. ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه نشرحه لحضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.